عالم النفس الشهير كارل يونج قال في كتابه The Undiscovered Self أو الذات الغير مكتشفة إن أكبر مأساة ممكن يعيشها الإنسان إنه يضيع جوه نفسه وهو فاكر إنه ماشي صح. اللحظة دي اسمها الغربة عن النفس أو الغربة النفسية. إحنا بنعيش كتير بره نفسنا بس قليل قوي اللي بيرجع لنا، وده اللي هكلمكم عنه في الفيديو النهارده. خلينا نعرف بس إزاي الأول بنضيع من نفسنا. المشكلة مش في إنك بعيد عن نفسك، المشكلة في إنك ما بتاخدش بالك أصلا إمتى بدأت تبعد. كل ما ترضي الناس أكتر كل ما تسيب نفسك وتبعد عنها، وده اللي كان بيقوله باولو كويلو في رواية الخيميائي لما كتب إن أسوأ نوع من الخسارة هو لما تخسر نفسك وتفضل تدور عليها جوه الناس. وخليني أديك مثال بسيط. عارف البني آدم اللي بيبقى شغال شغلانة مش بيحبها وعنده كل الماديات والرفاهيات وفي الآخر بيقول لك حاسس إن في حاجة ناقصاني، أنا مش مبسوط. هو مش عارف يحدد إيه هي اللي ناقصه، ولكن في الحقيقة هو مش لاقي نفسه. إزاي بقى تعرف إنك أصلا تايه عن نفسك؟ في علامات واضحة كده وممكن تكون موجودة بس كتير مننا بيكذبها أو يتجاهلها، زي إنك بتحس إنك بتمثل أدوار مش بتاعتك، زي إن كل حاجة حواليك ماشية تمام بس أنت مش فرحان، زي إن قراراتك متلخبطة وكل شوية تقول أنا مش فاهم نفسي، زي لما تبقى لوحدك وتحس برعب كأنك مش عايز تواجه اللي جواك. العلامات دي على فكرة مش مزاج مكتئب ولا متقلب زي ما الناس بتقول، ده صوت داخلي بيقول لك الحقني قبل ما اختفي. خلي بالك، المفروض العلامات دي تكون واضحة لكل واحد فينا علشان يقدر يشتغل عليها ويقرب من نفسه قبل ما يبعد خالص. واحدة من أهم قواعد العلاج النفسي الحديث اللي اتكلم عليها الدكتور فيكتور فرانكل في كتابه مانز سيرش فور مينينج بيقول إيه؟ بيقول اللي بيملك هو ليه عايش بيقدر يتحمل أي ألم، يعني لما يبقى عندك معنى لحياتك هتقدر تمسك نفسك وقت ما الدنيا بتقفل. والمعنى ده على فكرة مش في الشغل ولا الناس ولا البرستيج، المعنى ده موجود فعلا بس موجود جواك. انت محتاج ترجع لنفسك مش علشان تكون روحاني او مثقف، لا، ده علشان تحس انك فعلا عايش بجد. ازاي بقى ترجع لنفسك؟ اقول لك خطوات حقيقية مش تنظير ولا كلام في الهواء. الرجوع للنفس على فكرة اصلا مش جملة تحفيزية، ده تمرين يومي هقول لك عليه في خطوات انا مجربها وعملية هتفرق معاك جدا. واحد، اسكت واسمع. جرب تقفل موبايلك ساعة يوميا واقعد مع نفسك. قعدتك مع نفسك من غير صوت، من غير مزيكا، من غير إشعارات، هتسمع صوت جواك كأنك ساكت من سنين. الدكتور إيكهارت تول في كتابه ذا باور اوف ناو بيقول إيه؟ بيقول أنت مش أفكارك ولا مخاوفك، أنت الوعي اللي بيشوفك. اتنين، اكتب كل يوم قبل النوم كده، اكتب ثلاث حاجات. واحد، إيه أكتر لحظة حسيت فيها براحتك؟ اتنين، إيه أكتر حاجة وجعتك؟ تلاتة، إيه الرسالة اللي نفسك تقولها لنفسك النهاردة؟ الكتابة على فكرة مراية وهتشوف فيها نفسك بوضوح. تالت نقطة في الخطوات، حدد المسافات. في ناس حواليك بيستهلكوك ويبعدوك عن نفسك، قول لأ بوضوح، مش لازم تبرر دايما. الدكتورة برينيت براون بتقول في كتابها ديورينج جريتلي إن الوضوح أحيانا بيزعل بس الغموض دايما بيجرح. أربعة، اختار لنفسك طقوس. لازم كده يكون ليك طقوس كل يوم، انت محتاج وقت محدد على الاقل ربع ساعه في اليوم مع كوبايه قهوه كده في هدوء بصوتك، اللي انت ممكن تغني وتصدعنا بيه. تربط نفسك بحاجات انت هتقربك منه. مهم قوي ترتب نفسك بعيد عن ادوارك الاجتماعيه. انت مش لقبك، مش شغلك، مش نجاحك، انت روح ونفس وكيان ربنا خلقه في احسن تقويم. وقف مره الجري ده واسال نفسك سؤال: لو كل الناس سابتني هل أقدر أعيش مع نفسي ولا لأ؟ لو ما كانش عندي شغل أو علاقات أنا مين؟ في مقولة قالها المفكر جبران خليل جبران في كتابه الأجنحة المتكسرة: ويل للذي لا يملك نفسه لأنه سيبحث عنها بين أقدام الآخرين. رجوعك لنفسك هو النجاة. أنت ممكن تكون ناجح محبوب غني، لكن لو بعيد عن نفسك عمرك ما هتستريح. وخليني اسيبك واختم معاك الفيديو بكلمه قالتها ايرين يالون زوجة عالم النفس ايرين يالون في خطاب خاص لما كانت بتحكي عن مراتها في نهايه حياتها. قالت: الشيء الوحيد اللي ندمت عليه هو ان انا نسيت نفسي وانا بدور على الحب الناس. سلام.